السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعينا الكرام؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله جينا نعمل نوع سندويشات حلو، نوتيلا بالفراولة والموز. طبعا راح استخدم التورتيلا خبز التورتيلا. وفي ناس بتسوي الخبز في البيت يعني، بس انا جبته جاهز. خبز التورتيلا بدنا نسوي ان شاء الله فيه سندويشات النوتيلا بالفراولة والموز. طبعا بداية متابعينا راح اقطع الفراولة، نكون محضرين فراولة وموز. بدي اقطع حبة الفراولة نصين، والموز ان شاء الله بسويه دوائر. بقطع قرن الموز ان شاء الله دوائر. خليكم معنا لتشوفوا الطريقة بالكامل، وإن شاء الله راح تعجبكم، وهي أكلة زاكية خاصة في أجواء الشتاء والبرد. طبعا بداية إن شاء الله بنجيب قرن الموز بنيشره. إن شاء الله بنيشر قرن الموز وبنقطعه لدوائر زي ما حكيت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب القرن الثاني نفس الطريقة. هاي الموز جاهز. الآن حبة الفراولة نفس المبدأ. حبة الفراولة بنشيل القمع منها، نقسمها نصين بهذا الشكل. طبعا في ناس بتحط إضافات، بس هو أصله هيك، وهيك أذكى إشي يعني. نوتيلا بفراولة وموز. خاصة أكل الأطفال كثير أكيد بحبوها. طبعا بنقطع فراولة وموز على الكمية اللي بدنا نستخدمها يعني. إن شاء الله أنا راح أسوي سندويشتين إلي ولأمه، فهاي الكمية إن شاء الله كفاية. طبعا أهم شيء يكون خبز التورتيلا طرى. يعني هو صار له فترة عندنا كنا حاطينه بالثلاجة، بس إن شاء الله بتكون أموره تمام. كل ما كان طري وجديد بيكون أحسن وأفضل. طبعا بالبداية الخطوة الأولى بنجيب الشوكولاتة، ندهن طبعا نص الرغيف. طبعا وكل واحد ذوق، اللي بحب يكثر الشوكولاتة يكثر، اللي بحب يعني
بحبش الحلو كثير ما يكترش يعني. هاي ان شاء الله هيك دهنا نص الرغيف. الان بنجيب قطع الموز. ان شاء الله الربع الاول قطع موز، والربع الثاني ان شاء الله قطع الفراولة. ان شاء الله هيك بتكون. بنجيب الان بنثنيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنثنيها بهذا الشكل. بنثنيها بهذا الشكل. ان شاء الله بنضعها بالصحن بهذا الشكل. نجيب الآن الرغيف الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سوي على نفس الطريقة. ندهن نص الرغيف الثاني. طبعا هاي أكلة سووها زاكي بالشتوية، وخاصة هيك على السهرة، والأطفال أكيد كثير رايحين يحبوها ويعشقوها. وفي ناس بعد ما تسوي يعني بهذا الشكل بتدير عليها كمان شوكولاتة. يعني كل إنسان واللي بحبه. الآن بنحط شرائح الموز نفس ما سوينا بالطريقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. سندويشات النوتيلا طيبة وزاكية. نكمل شرائح الفراولة. طبعا الشكل رائع والطعم أروع وزاكي جدا. وبتفتح نفس الطفل بشكل عام على الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس المبدأ نثنيها بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نثنيها بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ما أروح وأجملها. نحطها بهذا الشكل. هلا بنزين ما تبقى، طبعا حسب قطع الموز اللي بتتبقى والفراولة. بنزين الصحن، يعني حرام ينكبوا هذول. طبعا اللي بحب يخيط شوكولاتة عليهم بيطلع زاكي ومرتب. طبعا هاي طبق حلو رائع وطيب وزاكي وشهي. نتمنى منكم متابعين الكرام تجربوها وحتحبوها وتدعوا له، خاصة أطفالكم إن شاء الله راح يحبوها ويعشقوها. زاكي جدا. بتمنى إن شاء الله يكون فيديو اليوم نال على إعجابكم ورضاكم وعجبتكم وصفتنا لليوم. وهلا إن شاء الله بدي أخيط عليها شوكولاتة.
طبعا اللي بحب بوكلها بالسكينة والشوكة، واللي بحب يمسكها عادي وبوكلها يعني. وهاي الطبق الحلو اليوم جاهز. نتمنى متابعينا الكرام يكون طريقتي نالت على إعجابكم ورضاكم. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسونا من اللايكات والكومنتات والشير وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وجزاكم الله كل خير. ويا ريت كلكم يقراب وتتفضلوا تذوقوا منها.